السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، ودلوقتي هنستكمل تامن دروس كورس الاساسيات. ومعادنا ان شاء الله النهاردة مع اداة البين تول. اداة البين تول هي اداة رسم الباص. ايه هو الباص ده؟ الباص مجموعة من الخطوط المستقيمة او المنحنية، بتكون مرتبطة ببعض وبتتكون نتيجة نقط، اللي هي الانكر بوينت، نقط التحكم. دلوقتي لما باجي اضغط كده باداه البين تول واضيف نقطه، النقطه دي اسمها الانكر بوينت. دي بقدر اتحكم. طبعا هنعرف ازاي بنعمل ايه بالنقط دي دلوقتي. لما اجي اضيف نقطه تانية كده، هو عمل لي باص، الخط ده اسمه باص. تمام. لما اجي اضيف نقطه تالتة ونقطه رابعه واجي ابص هنا كده، هلاقي ان في حرف الاو ظهر جنب اداه البين تول. كده بيقول لي ان الباص بتاعك مهيأ ان هو يتقفل. لو جيت قفلته كده، خلاص كده هلاقي ان الباص بتاعي مقفول. تمام. طيب، لو جيت دوست نقطة كده وجيت مشيت بالخط ورحت ما سبتش ايدي من على الماوس وحركت كده، هلاقي في حاجة ظهرت. ايه ده؟ اللي ظهر ده هو الهاندل. ايه هو الهاندل؟ الهاندل بيتكون من دايركيشن لاين اللي هو الخط ده، والدايركيشن بوينت اللي هي النقطة دي. حول لي، بدل ما انا بخلي الشكل اللي انا بعمله خط مستقيم، خلاني اقدر احوله ان هو يبقى منحنى، واتحكم كمان في المنحنى ده عن طريق الهاندل اللي هو المقبض. تمام. طيب، لما اجي ابص هنا جنب اداة البين تول، هلاقي ان في علامة شرطة كده او سلاش، عكس علامة الماينس. علامة الشرطة دي معناها ان انت عامل على الانكر بوينت ده سيلكتد، محدده يعني. عكس علامة الماينس، لما اجي ابص هنا هلاقي في علامة ناقص موجودة. العلامة دي طبعا انا اقدر اجيبها من هنا، اللي هي ديليت انكر بوينت. لو دوست عليها كده هلاقي ان هو حذف لي الانكر بوينت دي. لو جيت دوست هنا هيحذف لي الانكر بوينت. طيب، دي نفس هي دي بالظبط. برضو اقدر اضيف انكر بوينت معين داخل الباص بتاعي. ضفت انكر بوينت هنا، ضفت انكر بوينت، او ان انا بختار هنا اد انكر بوينت واروح واضيف. انا كده ضفت انكر بوينت، معناه ان انا ممكن اعمل فيه منحنى، ممكن اعمل فيه اي شكل انا عايزه، وهنتعرف على ده دلوقتي بالتفصيل. بس انا عايز اوضح لك فكرة الباص والهاندل عشان تبقى عارف ايه هما الاتنين بيتكونوا ازاي. طيب، ارجع لأداة البين تول. طبعا لو عايز احذف الباص اللي انا عامله ده، بدوس يا اما ديليت، او ممكن ارجع كده وادوس ديليت باص من هنا، كليك يمين ديليت باص. طيب، انا مسحت كده. هنفتح صورة دلوقتي عشان نشوف عليها مثال. دلوقتي قدامي صورة زي دي. انا ممكن بأداة البين تول اعمل تحديد على الصورة دي، احددها بأداة البين تول، او ممكن لو هي مش مرسومة وانا عايز ارسمها ممكن ارسمها بأداة البين تول. ازاي بستخدمها؟ هنتعرف دلوقتي ازاي نستخدم أداة البين تول بطريقة احترافية جدا وبطريقة سلسة، بس لازم نفهم برضو اساسيات الأداة. اول حاجة، لو انا جيت ضفت كده انكر بوينت هنا، آه وجيت طبعا دوست هنا مثلا كده، هلاقي ان هو عمل لي خط مستقيم. طب انا مش عايزه خط مستقيم، بفضل ماسك ايدي على الماوس واسحب كده وامشي معاه. طيب، انا مثلا جت هنا كده ما ظبطتش معايا. طبعا لو جيت تيجي تروح تاني عند الهاندل هتلاقيه ما بيعملش حاجة. لازم تروح عند دايركت سيلكشن تول وتختاره كده، وتظبط الهاندل كده من هنا ومن هنا. وكمان عن طريق اداة الدايركت سيلكشن تقدر تتحكم في ان انت تغير مكان الانكر بوينت كمان، مش كمان الهاندل. طيب، واحد يقول لي هو انا كل ما هعمل باص هروح لاداة الدايركت سيلكشن؟ طبعا لا. الفوتوشوب
عامل لنا في الكيبورد كنترول، بندوس على كنترول واحنا واقفين كده، بنقدر نتحكم في الهاندل او في الانكر بوينت. تمام. وطبعا الهاندل بيأثر في مدى انحناء الباص. يعني انا مثلا لو طولت الهاندل ده كده وجيت عملت انكر بوينت كده، هلاقي ان الشكل مش جاي مظبوط، ورجعت كده هلاقي انها بتظبط معايا كده. طيب انا عندي حاجة هنا اسمها convert point tool، دي بتقدر تحذف لي الهاندل من الانكر بوينت بتاعتي. لو جيت دوست عليها ضغطة واحدة كده وهنا ضغطة واحدة، هتلاقي ان هو حول لي بدل ما هي كانت منحنيات خلاها خطوط مستقيمة. هو ده الكونفرت بوينت تول. وطبعا برضو الكونفرت بوينت تول اقدر احرك بيه الهاندل زيه زي الدايركت سيلكشن تول. طيب يعني احنا كده عرفنا طريقتين نتحكم بيهم في الهاندل بتاعتنا، ان احنا ممكن نحولها لخط مستقيم عن طريق الكونفرت بوينت تول، او ان احنا بالكنترول بنطول الهاندل ونصغرها ونتحكم فيها زي ما احنا عايزين. هنكمل بأداة البين تول. هنيجي هنا، طبعا افضل طريق وانت شغال بالبين تول، لو انت ماشي كده انت بتستشعر المكان الخط المستقيم من الخط اللي فيه ميل. يعني انا ماشي كده بالبين تول، ده كده خط مستقيم، هاجي هنا وادوس نقطة، هاجي هنا واروح دايس نقطة واسحب كده. طيب هنا عشان في منحنى وما ينفعش اعمل هنا تكسير، فهاجي هنا وادوس نقطة كده. طبعا انت شايف ان الخط مش مظبوط، عن طريق ان الهاندل بتدوس كنترول كده وانت بتظبط الشكل. طيب هنا في منحنى، انا باجي اضغط هنا كده واسحب. طيب انا عملت كده والهاندل بسيبها وارجع ادوس كنترول واصغرها تاني، الاقي ان الهاندل بترجع لورا تاني. زي ما انت شايف، كليك واسحب وكليك. طيب هنا في دايرة، الدايرة دي انا بعملها ازاي؟ هنا في منحنى وهنا في منحنى، يعني باجي هنا في النص ادوس كليك كده واسحب. تمام. واجي هنا وادوس كليك واحد. طيب انا شايف ان ده خط مستقيم مش محتاج ان انا اجي واعمل فيه منحنى خالص. هاجي هنا واروح دايس كليك، هلاقي ان هو جاب لي الخط كله. هنا في خط مستقيم، هدوس كليك. هنا بقى في حتة صغيرة. طيب الحتة الصغيرة دي نعملها ازاي؟ افضل طريق، انت طبعا لو جيت تعمل كده هنا هي ممكن تيجي معاك بس مش هتيجي مظبوطة. افضل طريق ليها ان انت تيجي هنا كده وتعمل كده، وبعد كده تحرك الانكر بوينت زي ما انت شايف كده. طيب زي ما احنا اتفقنا ان الدواير احنا مش بنيجي ونمشي، مش بنيجي مثلا هنا وندوس كده كده، لا احنا مش بنعمل كده خالص. اداة البين تول تختلف عن اداة السلكشن تماما. الاداة دي احنا بنيجي هنا بنسيب انحناء، نص انحناء كده، ونروح دايسين هنا كليك ونسحب، وهنا كده ونسحب. طيب الهاندل طولت مننا او احنا مش عايزينها خالص، زي ما احنا اتفقنا ان احنا بندوس convert point tool وبنكبر دي كده من هنا، او بنجيبها من عن طريق الالت، بندوس الت وبنجيب convert. تمام.
طيب، يعني لازم نكون فاهمين حاجة واحنا شغالين على البين تول، ان احنا الالت والكنترول دايما بنكون ايدنا عليهم واحنا شغالين، بحيث لو احنا عايزين مثلا نقلل الهاندل دي كده او نظبط فيها، بنبقى دايسين على الكنترول. يعني انا دلوقتي دايس على كنترول وبحرك كده. لو عايز مثلا الغي هاندل معينة، بدوس على الالت، تمام، والغي الهاندل دي. نيجي نرجع لأداة البين تول، باجي ادوس كده، دي فيها استقامة كده، نيجي هنا نيجي هنا كده وندوس كليك. طيب احنا كل ما نقلل عدد الانكر بوينت في الشغل بتاعنا، كل ما يبقى في تنعيم اكتر في الخطوط بتاعتك وانت بترسم. يعني مثلا كده. طيب انا لو جيت دوست هنا، هلاقي ان لو جيت زومت، عملت زوم، هلاقي انها مش مظبوطة. لازم تقلل، تدوس كنترول وترجع تقلل شوية كده الهاندل. نيجي هنا وندوس كليك، طبعا عشان ده منحنى. طبعا زي ما انا قلت لك، بتمشي بايدك كده انت وتروح ماشي. اول ما تحس ان المكان هيبقى فيه ميل او فيه منحنى تاني، بتنقل عليه. طيب احنا كده قفلنا الباص. احنا نقدر نعمل اي حاجة داخل الجزء ده، نفس ما زي ما فهمنا في السلكشن. هنعمل لاير جديد. طبعا اول حاجة عندنا الكريت فيكتور ماسك. هنشرح الماسك في حاجة تانية، خليه بعيد دلوقتي. طبعا نقدر نحذف الباص اللي احنا عملناه ده عن طريق ديليت باص، او عن طريق ان احنا بندوس ديليت في الكيبورد. تمام، لو جينا ندوس كده هنلاقيه اتمسح، اختفى. عندنا بعد كده نقدر نعمله تحديد. لو جينا عملنا كده، طبعا بيقول لك الفيزر راديوس. انت بتختار الفيزر، طبعا زي ما فهمنا الفيزر التنعيم بيعمل لك سيلكشن بتنعيم معين. طيب انا كده عملت سيلكشن، ممكن املى المكان ده. ارجع لأداة البين تول. اقدر كمان هي بدل زي ما احنا عملنا الفل كده وجبنا أداة الدل ومالينا، نقدر نعملها بالفل من هنا. ندوس فل باص، ونختار هل احنا عايزينه بالفور جراوند كولر اللي هو اللون الامامي، ولا الباك جراوند كولر اللي هو اللون الخلفي، ولا كولر. احنا بندوس كده ونختار لون معين ونملى بيه الجزء ده. طبعا زي ما خدنا قبل كده الفيل باص بنشتغل عليها ازاي. او بالباترن لو احنا عندنا عينة معينة زي ما فهمنا العينة قبل كده، او بالهستوري. طبعا كل الكلام ده احنا فهمناه قبل كده وخدناه. طيب احنا عايزين نملاه مثلا بالفور جراوند كولر، ندوس اوكي، بيملى بلون معين. طيب اقدر كمان اعمله ستروك، خط واحد. طبعا انا بختار الخط ده يا اما بالبنسل او البرش او الارزر، على حسب ما انت عايز من دول انت بتختار. يعني انا مثلا هختار بالفرشة، على حسب ما انت مختار اعدادات الفرشة، على حسب ما هيعمل عليها ستروك. هنشوف كده عمل ستروك. لو جينا نحذف الباص هنلاقي في ستروك. طيب هدوس اكس ونختار ستروك عشان تبان بلون تاني. طيب هو ده معنى البين تول، اقدر اعمل بيها تحديد او اقدر ارسم بيها. طبعا في فرق بين ان انت بتعمل سيلكشن وتعمل وتلونه بالبيت دالو، وفي فرق بين ان انت بتعمل الفل خطوطه بتبقى انعم طبعا وبتبقى احسن. عشان كده اللي بيفضل يرسم فيكتور بيرسم بالبين تول. طيب تعالى بعد كده نبص على اعدادات الاوبشن بار بتاعت اداة البين تول.
طبعا عندنا اول حاجه، يا اما بنختار الباص زي ما احنا كنا شغالين او بالشيب، او ممكن واحنا شغالين على الباص نختار شيب من هنا عادي، وهنعرف ايه هو الشيب دلوقتي. عندنا ممكن نعمل هنا ميكس سيلكشن، ممكن ندوس هنا بدل ما بندوس كليك يمين ونعمل ميكس سيلكشن، ممكن نجيبها من فوق وندوس اوكي هيعمل لنا سيلكشن. طيب ممكن نختارها كشيب، لو دوسنا شيب كده هو بيعمل لي الباص اللي انا قافله ده على شكل معين اللي انا محدده طبعا. وانا بقدر اغير في الشيب ده، اقدر اغير مثلا في لونه او كده والستروك اللي حواليه ده. هنيجي ندوس كليك دبل كليك كده على اللاير، هيظهر لي الكالر بيكر، وانا ممكن اختار اللون بتاعه. طيب لو انا عايز اتحكم بقى في الستروك واللون والحاجات دي كلها، بروح راوندد ريكتانجل تول، من هنا بختار اللون الفل من هنا، وبختار الستروك. شوف انا بقى عايز اعمل ستروك او الغيه اصلا، او اختاره بجريدينت او حاجه معينه. طبعا الكلام ده هناخده ان شاء الله في الدروس الجايه بتوسع. ممكن اختار لون الستروك او ممكن ما اعملش ستروك اصلا. تمام، نرجع للبين تول. عندنا بعد كده الباص اوبريشنز، نخش هشرحها لكم لوحدها كده. لو جينا هنا مثلا عملنا شكل، اي شكل، تمام، واخترنا الشيب، وجينا رسمنا مثلا جواه شكل تاني زي كده. الوضع اللي احنا واقفين عليه ده اللي هو الكومبين شيبز. اما لو جيت اخترت سب تراكت فرونت شيب، هلاقيه ان هو حذف لي الجزء ده من الجزء كله من الشيب الاساسي اللي احنا عاملينه. اما لو اخترت intersect shape areas، هيختار لي المنطقة المشتركة ما بين الاتنين بس اللي هي دي. ولو جيت اخترت exclude overlapping shapes، هينقص لي المنطقة المشتركة ما بينهم. المنطقة المشتركة بس هي اللي نقصت، اتحذفت منها. عندنا بعد كده الميرج شيبز، ممكن انا ادمجهم في بعض، ادمج الشيبز دي كلها تبقى شيب واحدة زي ما انت شايف كده، بقت واحدة. طيب نرجع قبل الدمج. عندنا بعد كده الباص الاينمنت. طبعا انا ممكن اعمل محاذاة للشيب اللي انا عاملها دي، بدوس الاين تو كانفاس وابدا اعمل محاذاة. ممكن اعمل محاذاة من الشمال او محاذاة من الوسط. طبعا الليفت ايدجز والهوريزونتال سنترز والرايت ايدجز والحاجات دي خدناها قبل كده وفهمناها. ممكن نحطها في اي مكان احنا عايزينه، ممكن نحطها فوق زي ما اتعلمنا. تمام، كمان ممكن اعمل ترتيب ليها، بختارها في الاول او في التانية او في التالتة. طبعا لو انا عامل كذا شيب وعايز ارتبها احطها في ترتيب معين، مثلا تالت، بس هم عشان 2 شيب فهيظهر لك 2 شكل بس. طيب عندنا بعد كده الروبر باند. الروبر باند دي لو انت فعلتها هتشوف الخط اللي انت بترسم بيه البين تول كده، الخط باين انت رايح فين وبتعمل ايه. تمام، اما لو جيت لغيت الروبر باند كده، مش بتشوف الخط اللي انت بترسمه وهو ماشي. تمام، ارجع. طبعا الاوتو اد ديليت، طبعا دي اللي هي هنا واحنا واقفين كده على الشيب بنشوف هنا دي ممكن تمسح الانكر بوينت، او ممكن تضيف انكر بوينت هنا. طبعا علامة الزائد اهي، لو انت مش عايزها تظهر لك ممكن تشيل علامة الصح من هنا. هتيجي تمشي كده مش هتلاقي حاجة، مش هتلاقي حاجة ظهر لك، ولا تعرف تضيف انكر بوينت او تحذف انكر بوينت. خليها متفعلة افضل.
وبكده يبقى خدنا البين تول، وعرفنا الاد انكر بوينت تول، وخدنا الديليت انكر بوينت تول والكونفرت بوينت تول. يبقى فاضل معانا الفري فورم بين تول، وهو البين تول الحر. انا لما باجي ارسم كده برسم اي حاجة بيكون لي باص زي ما انت شايف كده. طيب انا ممكن اعمل حاجة تانية، طبعا بيبقى ليها استخدام كويس جدا الاداة دي، في ان انا ممكن بأداة المجنتيك افعل المجنتيك هنا فيها، وامشي على الشكل نفس أداة المجنتيك تول، بس بيكون لي باص زي ما انت شايف كده. طبعا بيبقى ليه هنا اعدادات انت ممكن تغير فيها، بس يفضل ان هو تفضل زي ما هي كده. حاجة بقى لازم تكون عارفها، الفرق ما بين الباص سيلكشن تول والدايركت سيلكشن تول. الباص هو بيحدد الباص ككل وبتحركه، ما بتقدرش تحرك اي انكر لوحده، بتحرك الباص ككل. تيجي عند اي انكر كده ما يحركش اي حاجة. اما الدايركت سيلكشن تول هو بيروح مباشرة على اي بوينت ويقدر يحركه لك. زي ما انت شايف ده الفرق ما بين الباص سيلكشن تول والدايركت سيلكشن تول. حاجة بقى بيعاني منها المصممين دايما، هو ان هو ممكن يعمل لاين كده وعايز يسيب اللاين ده كده زي ما هو، يبقى خط واحد يعمله ستروك وينقل على الخط اللي بعده. يعني مثلا عايز يرسم خط تاني او يكمل كلمة او حاجة، فما مش عارف يخرج فين. انت بتدوس كنترول وفي اي مكان فاضي بتعمل كده، بيتحول لستروك. زي ما انت شايف كده، عايز تعملها ستروك تعملها. طبعا الستروك على حسب الفرشة، لو انت مصغر السايز بتاع الفرشة وجيت عملت ستروك هتلاقي انها صغيرة. تمام. وبكده نكون انتهينا من تامن دروس كورس الأساسيات. كان معكم محمد صابر ارتست. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.